الدراسات تقول إنه الإنستغرام أسوأ موقع تأثيرا على العقل البشري وأكثر موقع يسبب الاكتئاب للمراهقين، ببساطة لأنه الناس من تصور على الإنستغرام تحاول تطلع الصور والفيديوهات بأحسن وأجمل صورة. مثلا بعالم المطبخ دائما من يصورون وصفات المدونين يحاولون يطلعون الأواني كلش مرتبة ونظيفة، والسطوح كلش تلمع وكل شي بمكانه، والوصفات ما تخرب عندهم، وهذا الشي طبعا بعيد عن الواقع. دائما الإنسان اللي يطبخ هواية تلقون مطبخه بالحقيقة هو مهوس أكثر من ما هو مرتب معظم الوقت. المشكلة صاروا المدونين يهتمون بالفيديو وتصويره أكثر من اهتمامهم بالوصفة نفسها، بدليل أنه هواية من البلوجرز ينشرون وصفات هم أول مرة يسووها بس لأنه صارت ترند أو لأنه طشت، ما يعرفون شنو سبب نجاحها وفشلها.